عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلي وصحابي اخواتي حبايب قلبي في كل مكان وعيلتي التانية حلوين اللي بحبهم قوي قوي قوي. النهاردة بقى هنعمل مع بعض ايه؟ شفتوا امبارح عملنا مع بعض في الحلقة اللي فاتت، عملنا مع بعض الطوق اللولي. تمام. النهاردة هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل مع بعض، شايفين الطوق ده؟ اطواق بقى الوان، ونعمل تشكيلة حلوة جميلة كده. ايه رأيكم؟ تشكيلة جميلة جدا جدا من الأطواق. يعني الطوق بيتباع ب15 جنيه، ما بيكلفنيش 7 جنيه زي ما انتوا شايفين كده، ما بيكلفنيش ايه 7 جنيه. طيب هنعمل ايه مع بعض؟ بنجيب الأطواق دي من عند بتاع الخردوات، بنقول له الشاسيه بتاع الطوق العادي، وبنشتري وردات او بنجيب ستان. وردات زي دي كده بتيجي بالمتر. تمام اهي. بتجيبي اللي انت عاوزاه، بتطلبي مثلا منه عاوزه مثلا ربع متر، عاوزه ب20 جنيه، عاوزه ب10 جنيه، بتقولوا لي قطع لي حسب الحاله الماديه معاكي. لو عايزه تعمليه مشروع بقى بتبتدي بربع متر من ده وربع متر من ده الوان وتشكلي. تمام. هنعمل مع بعض شويه اطواق، بدل ما بنطلع نشتريهم بقد كده وغاليه اهي، لا هنعمل لاولادنا وبرضه نعمله كمشروع. يعني كل حاجه في ايدينا. هنشوف مع بعض هنعمل الطوق ازاي. يلا ما ننساش اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. هنعمل ايه مع بعض دلوقتي؟ هنجيب اللون الفيروزي ده، نعمل المنت الاول، ناخد لون لون كده. هنعمل ايه بقى كده دلوقتي؟ هنجيب الشمع او الماده اللاصقه بتاعتنا، بس انا دلوقتي هستخدم الشمع اهو. ونيجي على الجنب كده واروح نازله ايه، ادا ورده، ادا 2 كده اهو، 3، ده 1 2 3 زي ما انتم شايفين كده. بيجي بقى الشكل ان هو ايه بالجنب كده، بيبقى بالمنظر الجميل ده اهو. شايفين؟ ده حاجه هنديله بقى اكسسوار، نديله اكسسوار. نديله بقى ايه؟ شايفين ده خرزه مقاس 6 لولي. ابتدي بقى ايه ادي لكل واحده كده ايه، واحده بالشكل ده كده اهو. ايه رايكم؟ اهو بالشكل ده كده. طيب عملنا ده، نعمل واحد كمان بطريقة تانية مختلفة. الطريقة اللي بعد كده هاجي على الجنب بتاع الطوق واروح نازلة بالشمع بتاعي على شكل دايرة كده. تمام تمام. اجيب الوردية دي كده، واجيب التانية كده، واجيب التالتة كده. التلات وردات عملتهم بشكل واحد بالشكل ده كده. واروح جايه هنا كده في النص، واروح حاطه ايه، خرزايه لولي كده من نفس اللون اهي بتاع الطوق. كمان واحده اهو.
بالشكل ده كده 2 ودي التالتة. ايه رأيكم؟ تحفة صح؟ ده شكل تاني كمان، ده شكل وده شكل اهو الطريقة دي، وده شكل كمان اهو. نعمل كمان شكل. الشكل اللي بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنجيب الطوق اهو معانا، ونروح جايين بالوردات زي ما هي بالمتر بتاعها، لا قاطعينها ولا عاملين فيها اي حاجه. هنروح جايين على الطوق من هنا، ونبتدي ناخد ايه نقط الشمع كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، واروح جايه في اول طرف للورده، واروح جايه في الظهر بتاعها من ورا كده عند التل اهو، اروح مثبتاها بالشكل ده كده اهو. ابتدي اثبت اهو بالشكل ده كده، واكمل واحده بواحده اهو. ابتدي اخده كده اهو، اقص بقى ونشوف هنعمل ايه بعد كده. بالشكل ده ابتدي بقى اخد الوردات بتاعتي اهي، موضوع بسيط جدا يا جماعة، نقدر نعمله واحنا في البيت بالشكل ده. ده ممكن الطوق ده مناسب لفستان اطفال، يكون عندك بقى فرح في قاعة او مناسبة اهو. بالشكل ده كده الصراحة يعني حاجة كده تحفة. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ هنعمل ايه بقى بعد كده؟ اروح جاية في الفراغات دي، واروح رايحة حاطة ايه مثبتة كده نقطة الشمع بتاعتي، واروح نازلة خرزاية نفس اللون بتاع الطوق بالشكل ده كده اهو في الفراغات، واروح حاطة خرزاية نفس اللون. ايه رأيكم بقى في الطوق ده بالشكل ده كده؟ تحفة صح؟ حاجة جميلة قوي قوي اهو. ايه رأيكم؟ ما شاء الله ما شاء الله، يسلم ايديا والله. صح؟ ارفع ايدك كده بالفيديو اهو. شايفين الشكل يا جماعة؟ حاجة كده تحفة اهو. هنعمل ايه اهو؟ الله 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 على الشغل الجميل. يلا نشوف اللي بعد كده هنعمل ايه. هنيجي ده حديد، ده حديد الشيسيه كله يا جماعه ب3 جنيه، 3 جنيه ب2 جنيه ونص على حسب يعني. هنعمل ايه بقى؟ ده هنعمله بايه؟ نعمله بايه؟ نفكر له كده، نديله برضو وردايه سودا ماشي. بصوا بقى يا جماعه الطوق ده هيبقى طب، هنديله وردايه واحده بس اهو. شوفوا الرقه والجمال والبساطه، ده بسيط جدا جدا اهو.
الطوق ده اديته الاسود ده اديته ايه، اديته ورديه واحده بس، غير كده مش هديله. في ناس بتحب الحاجه ساده وبسيطه وسيمبل كده ورقيقه اهو. ايه رايكم؟ كل ده شغل عملناه واحنا قاعدين كده بنتسلى بمعنى اصح، طلعنا انتاج اهو. ونقدر نعمل الحاجات دي كده ونكيسها وننزلها محلات ونشتغل، ما يبقاش حد زينا اهو. يعني اللي بيستوردوا من الصين احسن مننا في ايه؟ انا عايزه اسالكوا سؤال، اللي بيستوردوا مننا من الصين احسن مننا في ايه؟ اهو. خش يا حبيبي كده، حش ده، حش جهاز الشمع. شايفين اهو اهو. والله رقه وجمال وابداع، رقه وجمال وابداع اهو. ولا احلى من كده هتلاقي شغل. بسم الله ما شاء الله، حاجات كده تحفه. اشوفكم في فيديو جديد. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم بالشكل الجميل اللائق التحفه ده. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما ننساش اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس.